عصبت ابي. هلا حاليا عم يتم عرض كاس العالم، وابي كثير متعصب لكره القدم لدرجه انه هو ممكن يجن اذا اي حدا قاطعه وهو عم يتابع. يا ابي ممكن تعطيني جيب؟ انا هالشي بيزعجني لاني بالاساس لا بحب ولا بهتم بالمباريات، وابي ما عم يرد علي ابدا، قاعد عم يتجاهلني بشكل كامل مثل ما انتم عم تتجاهلوا انكم تشتركوا بالقناه. فانا اجتني فكره خبيثه، ايش لو انا رحت لعند ابي وطلبت له انه هو يحكي لي عن كاس العالم؟ فرحت لعنده وسالته اي منتخب انت بتتابع اكثر شيء؟ اي منتخب ماله اوروبي، وقريبا اي منتخب ماله عربي. يعني هلا بالنسبه لي هذا يعني فهو عم يحكي انا حرفيا عملت اسوأ شيء. قلت لابي غالبا مباراه السعوديه حتكون كويسه، ما في داعي انك تكون اوفر. وهي كانت أول مرة أنا كنت رح انطرد فيها، بس طبعا أنا إنسان مستفز جدا خصوصا لأبي، وهذا الشيء حتى بطبيعتي من دون ما أحاول، لأنه أنا وأبي تقريبا عكس بعض بكل شيء. أبي بيحب طول الوقت إنه يطلع برا البيت ويشم هوا ويروح لكل مكان مشيا على الأقدام، بينما أنا ما بطلع من البيت غير اللي استلم الدليفري تبعي. أبي عنده 200,000 رقم على جواله وكلهم ناس بيعرفهم، بينما أنا عندي بس 3. يعني حتى صاحبي من 10 سنين ما يسجل رقمه عندي، بس حافظ إنه نهايته 0-3. أبي بيصحى الساعة 7 الصبح، أنا بروح بنام الساعة 7 الصبح. برافو عليك، اليوم شايفك فايق بكير. والسبب ليش انا تحولت لخفاش هالايام هو بسبب الحر. الحراره برا وصلت 38. اغلبكم متابعين الاعزاء بالسعوديه، انا كنت بدي زوركم واعمل فيديو عن هالشيء، بس الحراره عندكم 50. اذا انا بروح بهالجو رح اتفحم. والواضح انه ابي ما ياخذ هالشيء بجديه. بنكون نحن بنص الصيف ودرجة الحرارة أكبر من معدلي بالثانوي، وأنا مشغل المروحة مو من شان إنه أنا رطب الجو، إنما بس من شان إنه بعد عني الناموس. وأبي بيجي بيشوف هذا المنظر قدامه وبيطفي لي المروحة. ليش؟ لا، ولما انا اقعد فضفض لصاحبي على هذا الشيء بيقول لي لك عادي يا زلمه، حتى لو قرصتك ناموسه او تنتين شو بيأثر؟ ناموسه او تنتين يا بي بتقدر تطفي المروحة من عندك؟ اوكي انا هلا فهمت قصدك. بس هو كمان ما بيقصر معي ابدا، لانه بنص ما انا قاعد عم اعاني من الحر ابي بيفاجئني ببطيخه. الصيف جاء والمكيف خرب، وانا صرت عم انسدح على البلاط على امل انه انا اخذ منه شويه بروده. وسط كل هالمعاناه فتحت البراد ولقيت ابي جايب لنا بطيخ، وكثير كان منعش وبارد. بس انا ارتكبت اكبر غلطه، قلت له لابي انه البطيخ اللي جابه طعمه كثير طيب. ثاني يوم لاقي البراد كله بطيخ، الحوش كله بطيخ، البيت كله بطيخ، حتى اخي الصغير صار بطيخ. بس يا ريت لو كان ابي طول الوقت بهاللطافه، لانه وقت كنت انا بعمر التربيه ابي كان عم يربيني فعلا شوي زياده عن اللزوم. ابي دخل على الغرفه تبعي مشان يدرسني وهو حامل كتاب الرياضيات بايد والحزام بالايد الثانيه، يعني هو كان حاطط بباله انه بده يعلمني جدول الضرب بالضرب. فبيحطني جنبه وبيقول لي 4 ضرب 5 شو 9؟ لك عم اقول لك 4 ضرب 5 شو والله ما بعرف، انت اللي المفروض تدرسني. عم تعلي صوتك على ابوك. اخر دعوتكم. تعال اقول لك شوف، هون 4 ضرب 5 يعني 4 عدتها 5 مرات. قديش؟ بس انا عندي 5 اصابع، كيف بدي اعد اكثر من 10؟ عم تعلي صوتك علي، عم تعلي صوتك علي يا حيوان. هي جلد العشريه بخلص بوز رجلك. اها هلا انت صرت تعرف تعد فوق ال10. هلا صرت. بس بصراحه انا ما بلومه، لانه احيانا كثير انا بنرفزه بس مشان نشوف شو ردة فعله. كم مرة بدي اقول لك امسك الضوء مثل العالم والناس. والله عم حاول. انا مالي شايف شيء، حط الضوء هون. طيب انا ليكني حاطه هون. اذا ضوء انت ما بتعرف تمسكه مثل العالم خلق، انت بكره شلون بدك تتزوج؟ يا حبيبي ان شاء الله كمان بكره بدي امسك لها الضوء وهي عم تركب نية الغاز. ما انت يا جحش المفروض تركب نية الغاز. وايه انا ما بتعلم من اغلاطي. ناولني المفك. تفضل المفك. اعطيني شريط لاصق. تفضل شريط لاصق. اعطيني الحفارة. تفضل الحفارة. ايه ها؟ شو ابي اخيرا نحن صلحنا المغسلة؟ لا ابدا، بظن كمان انه نحن خليناها اسوء. على السريع اعطيني المفتاح الانجليزي. تفضل المفتاح الانجليزي. شو حمار انت، عمل لك تعول لي المفتاح الانجليزي. I tell you what. وهو لما ينشغل بالتلفزيون او بالمباراة بروح بطلع له اغبى شيء بالحياة مشان انه بس خرب عليه. يا بي تقدر زكاتك تصلح لنا الخلاط؟ قاعد عم يطلع كثير صوت غريب، بيكون بس في شيء شغله على بشفراته، بس حط له زيت. لا تقاطعني مرة ثانية وانا قاعد عم اتابع مباراة. طيب خلص حاضر. يا بي بظن انه انا جبت العيد بالخلاط. يا الله شو مخلف حمير انا، بس قلت لك زيته هالشيء صح. ها شو سويت بالخلاط؟ شكلي حطيت له بالغلط زيت خروع. هلا اكيد الخلاط ما صار عنده شعر، بس قاعد عم اضحك ساعتين لما قلت له لابي هي النكته، ومو بس هالموقف. يا بي فيك تصلح لنا البراد؟ قاعد عم يطلع اصوات كثير غريبه لما انا اشغله، بيكون بس بده اعاده تشغيل. وكم مره انا قلت لك لا تقاطعني وانا عم اتابع المباراه؟ انت عم تتابع مباراه من وقت ما تعرفت عليك ب 2003. كمان حاولت طفيه وارجع شغله ما تصلح. يا الله شو مخلف بهايم انا. بعد لك ورجيني شو صاير. انا براد.
على فكره له اسبوع على هالحاله. انا بظن انه انا ما عم اسمع منيح. انا براد، انا برد كتير. ليش البراد عم يحكي؟ لانك دائما بتترك فيني نص ليمونه لحد ما تعفن. بليز وقف، انا ضد الاسراف. وكمان ريال مدريد احسن من برشلونه. شو قلت يا ابن البارده؟ وانا مو الوحيد اللي كان بينرفز ابي، اخي كمان كتير كان بيعصبه، واكثر مره فعليا انا شفته لابي عن جد معصب. لما كان عندنا السياره كان ابي اخذنا معاه على خط سفر، وطول الوقت انا واخي نتضارب لانه ما كان في اي فعاليات ثانيه بنقدر نعملها. خلاص اكل حاره انت وياه. وبعد ما سكتنا شوي على قولة ابي بنكمل اكل. ما عاد بدي اسمع منكم اي شيء انتوا ورا، ومنزل هلا امسح فيكم الاسرار. وبعدها بنسكت شوي وبنرجع بنتقاتل مع بعض، وانا بالغلط ضربت برجلي الكرسي تبع ابي، وفجأة بنلاقيه نحن عم يبطئ السيارة ويصفها على اليمين. لك اسكت ابوك رح يطحنا. شو رح يعمل مثلا؟ بس الشيء اللي بينرفزني اكثر من انه انجلد هو انه ابي يقول لي ان شاء الله، وايه الموضوع مؤلم اكثر من الجلد. لما اطلب اي شيء من ابي هو يقول لي ايه ان شاء الله، هون خلص ما بحاول اني انا اطلب منه مره ثانيه. ابي مو بس عمل لي رفض، لا هو هيك دمر لي كل فرص انه الشيء اللي طلبته يصير. يابي ممكن سجل نادي الكاراتيه؟ ايه ان شاء الله. وبحياتي ما سجلت ولا رح سجل. يابي ممكن نروح بالرحله المدرسيه؟ ايه مو مشكله. تمام تكلفتها 30. ايه ان شاء الله. وبحياتي ما رحت ولا رح روح. تعال يلا الغدا جاهز. ما بدي اتغدى. ما بدك تتغدى؟ تعال قلي شو بزعلك؟ شو ما بطلب منك يابي ما بترد علي؟ لا خلص انت بس قلي شو بدك وانا جاهز. بدي اتزوج. ايه عن جد؟ ايه ان شاء الله. وابدا ما كنت لوحدي الشخص اللي بينجلد جسديا وعاطفيا من ابي. الشيء الوحيد اللي ابي بيحب يعمله اكثر من انه يجلدني انا واخي، انه يجلد التجار اللي بالسوق. كل ما ننزل على السوق انا وابي لازم يخليني امشي معاه لعند كل المحلات اللي بتبيع ملابس، يعمل بمخه جدول مقارنه بين الاسعار، يلاقي اي واحد منهم اقل شيء بالسعر مو ليشتري، لا بيروح لعنده ليفاصله لين البياع بيستسلم وبينزل على الارض وبيقول مشان الله خذ البنطلون ببلاش، ان شاء الله خذه بس حل عني. لا شو قصدك؟ لا انا ما بدي اخذه ببلاش، انا بدي اياك تدفع لي لا اخذه. خلص تمام خذ الفلوس بس روح. سلاح عفوا الفلوس ما بتكفي. سلاح اوعيك. وبالاخير انا اللي بزعل عليه لانه نحن بنطلع من عنده ونحن سارقينه، وهالشي كتير حلو لانه بيوفر فلوس وكمان يعتبر سرقه، بس اهم شيء بيوفر فلوس. بس يا ريت لو كنت بدي اقول نفس الشيء عن موضوع التصليحات اللي لازم تصير بالبيت اللي ابي بيضل ماجلها. القصه انه قبل ما اسافر ابي اشترى مثل العوازل المعدنيه مشان المطر، وحطهم كلياتهم بالممر تبع البيت على اساس انه بكره بده يجيب العامل ليركب لنا اياهم. فانا بعدها باسبوع سافرت على مصر، وبعد ما قضيت 2 و7 شهور هنيك رجعت ومن دون مزح لقيتهم بنفس الممر. لما سالته لابي عليهم بيقول لي ايه بكره بنركبهم ان شاء الله. وانا هون عرفت المشكله. الالواح هدول مو لإلي، الالواح هدول ما رح يتركبوا على جيلي، مشروع تركيبهم هو مشروع الاجيال القادمه. بالوقت اللي ابي رح يركب العوازل هدول رح كون انا خلص صرت صوره معلقه عند ابني، وانا هلا قررت ارجع سافر، ولحد هلا ابي قاعد عم يقول لي انه رح يركبهم بكره. واذا حبيتوا هذا المقطع لا تنسوا انكم تتابعوا هذا الفيديو. معلومه صغيره قبل ما تطلعوا، الانسان بيستعمل 200 عضله مشان انه هو يمشي خطوه واحده بس.